سيناء لن يدخلها الدجال على الإطلاق، ولن يدخلها يأجوج ومأجوج. ولو اتكلمت عن سيناء في حلقة واثنين وثلاثة برضو مش هيكفي، من كتر ما فيها خيرات، وغير كده إنها مذكورة في القرآن، وفي كذا نبي من أنبياء الله مروا من هذه الأرض المباركة. في هذه الحلقة هكلمكم عن سيناء وكيف يأجوج ومأجوج والدجال مش هيعرفوا يدخلوها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. معاكم زين اسكندر من قناة المؤرخ. بالمناسبة سيناء هو المكان اللي أنا انولدت فيه. سيناء في ناس كتير مش عارفينها ولا عارفين موقعها الجغرافي، عشان كده أنا عملت الحلقة هذه بالذات. ناس بتقول لك سيناء في فلسطين، وناس بتقول لك في اليمن، وناس بتقول لك في الأردن، وللأسف كله غلط. سيناء منطقة تقع في جمهورية مصر العربية. أهل سيناء ينقسموا إلى بدو وحضر. البدو فيهم عدة قبائل، والحضر أصولهم أتراك ويمنيين، وأصولهم من الأردن. معروف ان كل بلد فيها الحلو والوحش، لكن سيناء بالذات اغلب اهلها ناس طيبين. سيناء على مر التاريخ هي جزء لا يتجزأ من جمهورية مصر العربية. عشان ما يحصلش لخبطة من الناس اللي بتقرأ تاريخ كتير، هثبت لك في هذه الحلقة ان سيناء مصرية، وهثبت لك كيف ان يأجوج ومأجوج والدجال لن يدخلوا هذه الارض. سيناء فيها جبل كبير جدا، يمكن هو اشهر جبل في سيناء، وهو جبل الطور او جبل موسى او جبل سيناء. وجبل الطور غير الجبل اللي تجلى عليه رب العزة، هذاك اسمه جبل التجلي، الآن موجود في سيناء ومعروف بأنه جبل التجلي، لما نزل عليه رب العزة جل وعلا وكان يكلم سيدنا موسى عليه السلام، وكلكم تعرفون القصة. خليني أكلمك على جبل الطور. الله عز وجل قال على هذا الجبل: وطور سنين وهذا البلد الأمين. من ساعتها وهذا الجبل له أهمية كبيرة عند المسلمين عامة، والمنظر يا جماعة من فوق هذا الجبل جذاب وخلاب جدا. إلى الآن هذا الجبل نقطة جذب سياحية كبيرة في مصر. طيب هحكي لك إن سيناء مصرية 100% من أيام الصحابة. أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما كلفوا عمرو بن العاص بأن يقوم بفتح فلسطين، وفلسطين ومصر كانت تحت الحكم الروماني في هذا الوقت. بالفعل عمرو بن العاص ذهب إلى أرض فلسطين، وبالفعل تم فتحها بإذن الله حتى وصل إلى رفح الفلسطينية. ورفح هذه منقسمة إلى نصفين، نصف في فلسطين ونصف في مصر. اللي في فلسطين تسمى رفح الفلسطينية، واللي في مصر تسمى رفح المصرية. عمر بن العاص اتجه إلى رفح الفلسطينية. لما وصل إلى حدود مصر اتجه إلى ناحية الغرب، مع أن الطريق لسيناء كانت مفتوحة وكان ممكن أنه يذهب ويفتح مصر أيضا، لكن هو مكلف بفتح فلسطين فقط. يعني كان ممكن يدخل سيناء ويدخل رفح المصرية والعريش ويفتح إلى قناة السويس ويحرر كل هذا من الحكم الروماني، لكنه ينفذ الأوامر. هذه القصة أنا بحكيها لك عشان أثبت لك إن سيناء أرض مصرية. عمرو بن العاص كان نفسه يفتح مصر ويحررها من الحكم الروماني، وكان دائما يطلب من عمر بن الخطاب انه يفتح مصر، لان مصر هي العمق الاستراتيجي لفلسطين. عمرو بن العاص بعدما حرر فلسطين، قادة المحتلين الرومان لأرض فلسطين هربوا إلى ناحية مصر، وعلى رأسهم أرطبون الروم المشهور. عمرو بن العاص كان يفكر بأن وجود الرومان في أرض مصر يشكل خطر على أهل فلسطين وأرض فلسطين. عمر بن الخطاب كان نفسه انه يفتح مصر، لكنه تردد جدا، كان خايف انه يشتت جيوش المسلمين، وكان رأيه انه كفاية يعني جيش واحد مسلم في فلسطين، وجيش مسلم في اليمن، وجيش مسلم في العراق، وجيش مسلم في الشام. فكان صعب جدا انه يشتت الجيوش الى كذا منطقة، لانه لو شتت الجيوش الخسائر ستكون كبيرة جدا. المهم بعد فترة من الزمن اقتنع عمر بن الخطاب برأي عمرو بن العاص، فقرر ان يفتح مصر ويحررها من الاحتلال الروماني. تحرك فورا عمرو بن العاص الى ارض مصر ومعه 4000 مقاتل من المسلمين. بعد ما تحرك الجيش تردد عمر بن الخطاب مرة تانية، وكان خايف على خسارة المسلمين، لأن عمر بن الخطاب شديد الحرص على كل جندي مسلم. فقرر انه يرسل رسالة لعمرو بن العاص انه يرجع وبلاش يفتح مصر. راح الرسول بالرسالة الى عمر بن الخطاب. لما وصل الرسول لعمر بن الخطاب عايز يديله الرسالة، كانوا على حدود مصر بين رفح الفلسطينية ورفح المصرية. فقال الرسول لعمرو بن العاص: هذه رسالة من عمر بن الخطاب. عمرو بن العاص كان شديد الحنكة والذكاء، يعني ما شاء الله عقلية جبارة. حس ان عمر بن الخطاب تردد خوفا على الجيش، فقال للرسول: أنا مشغول الآن وهقرأ الرسالة في وقت استراحة الجيش. فدخل عمر بن العاص رفح المصرية حتى وصل إلى قرية من قرى سيناء المصرية. لما تأكد عمرو بن العاص إنه في سيناء وفي إحدى قرى سيناء، استراح بالجيش وفتح الرسالة. فتح الرسالة في منطقة بين رفح والعريش، وغالبا ستكون مدينة الشيخ زويد. فتح الرسالة فإذا بها من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص: إذا أدركك كتابي قبل أن تدخل مصر
مصر فارجع ولا تدخل مصر، يعني لو جات لك الرسالة قبل ما توصل مصر ارجع، وإن أنت دخلتها قبل أن يأتيك كتابي فاستعن بالله وامضي على بركة الله واستنصر. عمر بن الخطاب هنا خير عمرو بن العاص، لأن لو الرسالة كانت صريحة بالرجوع وأمر أنه يرجع فهذا التردد كان سيؤثر على الجيش ويؤثر على قائد الجيش أيضا، لكن جعل الخيار لعمرو بن العاص فقال له سير على بركة الله، وتم فتح مصر وتحريرها من الاحتلال الروماني. الشاهد من القصة أنه سيناء ذكرت في هذه القصة إن سيناء مصرية، وهذا ليس في رؤيتي أنا، هذا في رؤية عمرو بن العاص ورؤية عمرو بن الخطاب ورؤية الصحابة والتابعين وتابع التابعين. طيب سيناء عظمت في القرآن الكريم أكثر من مرة، لما ذكرت سيناء في القرآن الكريم ذكرت على وجه التعظيم والتكريم والتبجيل الكثير. أول مرة لما قال الله عز وجل والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين إلى آخر الآيات. التعظيم هنا إن الله عز وجل يقسم بجبل الطور الموجود في سيناء، وطبعا الله عز وجل لا يقسم إلا بأمر عظيم، وهنا جمع بين سيناء وبين البلد الأمين اللي هي مكة المكرمة. طبعا هذا شرف عظيم لأهل سيناء ولأرض سيناء. ذكرت سيناء مرة تانية في القرآن الكريم، يقول الله وأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء. الله عز وجل هنا يقول أنه أنعم علينا بنعم كثيرة جدا، واختص لنا شجرة تخرج في سيناء. العلماء قالوا إنها شجرة الزيتون، والدهن اللي هو زيت الزيتون. حتى سبحان الله اسأل أي شخص عربي أو عجمي إيش أحسن زيت هيقول لك زيت الزيتون، ولو سألت أي أحد من مصر ومن البلاد العربية هتقول له من أي مكان أشتري الزيت هيقول لك أحلى زيت الزيت السيناوي. سماه الله عز وجل بالدهن. بعض المفسرين يقول أنه دهانا يعني يدهن الناس به أجسادهم وشعورهم، ويقال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يدهن بهذا الزيت. هذه الأرض فيها أمان وبركة غير طبيعية، وأنا بتكلم هنا عن الأمان في أحداث يوم القيامة. الدجال مش هيدخل أرض سيناء. في رواية أحمد بإسناد صحيح وابن أبي شيبة والبيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدجال لا يقرب 4 مساجد: المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة والمسجد الأقصى ومسجد الطور. طبعا احنا عارفين ان جبل الطور في سيناء ومسجد الطور في سيناء، ولن يدخله الدجال على الإطلاق. وهذا دليل على أن مصر وسيناء بلاد أمن وأمان، وهذه نعمة عظيمة لأهل سيناء وكرامة إلهم ولأهل مصر عامة. يعني الأمان الثاني في سيناء هذا بقى تميزت به سيناء وحدها، ولم يذكر المدينة المنورة ولا مكة ولا المسجد الأقصى، ذكرت سيناء فقط. مسلم يروي عن النواس ابن سمعان أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضمن أحداث النهاية ذكر النبي عن يأجوج ومأجوج، ويقول بينما هو كذلك إذ أوحى الله إلى عيسى بن مريم في ذلك الوقت أن يأجوج ومأجوج قد ظهر لا يدان لأحد بقتالهم، يعني ما فيش أي قوة تقدر تحارب هؤلاء الناس. ثم قال الله لعيسى فحرز عبادي إلى مسجد الطور. أنت متخيل أن ما فيش أمان في العالم كله إلا في سيناء؟ والله هذا شرف عظيم لأهل سيناء ولأرض سيناء بأمان وضمان من رب العالمين. واضح جدا أنه كلمة الطور هنا تعني طور سيناء بدليل آية وطور سينين. طبعا الكلام كتير جدا في حق هذه الأرض المباركة. حتى سبحان الله سيناء جنوبا وشمالا فيها مناظر طبيعية وجو طبيعي ومناخ طبيعي ومناخ جذاب جدا، وسيناء من أكثر المدن على مستوى العالم سياحيا. وقال إنه سبب بركتها هذا إنه الله عز وجل بارك في المسجد الأقصى، وقال في القرآن الكريم المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فيقال إنه البركة حلت على سيناء وبسبب تجلي الله عز وجل لما كان يكلم سيدنا موسى عليه السلام. وزي ما قلت لكم لو تكلمت سنين كتيرة على سيناء مش هوفيها حقها، خاصة إن أهلها ناس طيبين وإلهم طقوس وعادات وتقاليد خاصة جدا بيهم، حتى نظام الضيافة ونظام الأكل والشرب ناس أهل كرم. وبس أعزائي المتابعين هذه الحلقة انتهت، أراكم في حلقات أخرى، ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيه كي يصلكم كل جديد، وتابعونا على حساباتي الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.